حوار مع الدكتور مجدي يعقوب. التعريف بالضيف: هو طبيب مصري عالمي عاد من الخارج إلى لينشئ في أسوان أشهر مركز لجراحة القلب بالشرق الأوسط وإفريقيا بمستشفى أسوان التعليمي الحكومي. في نهاية عام 2009 قررت العودة لمصر وإنشاء مركزا لجراحات القلب بمستشفى أسوان. ما دوافعك لذلك؟ الدكتور يعقوب: إحساسي بأنني مدين لبلادي، وما وصلت إليه من مكانة في عالم جراحات القلب كان أهم دافع لي للعودة لخدمة الناس، واخترت أسوان للمشروع لأنني أعشق هدوءها وجمالها وتاريخها المميز، فهي مركز إلهام. ألم تخشى من محاربة بعضهم لك وتعطيلهم؟ الدكتور يعقوب: سنجد في كل مكان بالعالم صعوبات كثيرة في العمل يواجهها كل البشر، لكنني شعرت